السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك على الجميع. النهاردة هنعمل لكم بلح الشام الجميل ده، المقرمش من بره وهش ومسقي من جوه. وما شاء الله لامع وجميل، وممكن يقعد معاك يوم واتنين. طبعا المقادير اللي معانا زي ما انتم شايفين: كوباية حوالي 350 جرام مية، و300 جرام دقيق، و30 جرام نشا، يعني حوالي معلقة ونص كبيرة، وأربع بيضات كبار أو خمسة صغيرين، و80 جرام زبدة أو زيت أو ميكس. أنا حاطط 40 جرام زبدة و40 جرام زيت، ومعلقة سكر كبيرة، وربع معلقة ملح أو حاجة بسيطة كده على الصوابع يعني، ومعلقتين مية ورد أو كيس فانيليا. طبعا هنرفع المية والمادة الدهنية على النار، سواء كانت زبدة أو زيت، وأول ما يغلوا معانا هننزل عليهم بالدقيق وننزل بالنشا، وهنقلب بقى كويس لغاية ما تطبخ معانا العجينة. موضوع طبعا الطبخ ده على النار مهم جدا. هنفضل نقلب فيها بمعلقة خشب أو معلقة بلاستيك تكون شديدة شوية كده، عشان ما تتكسرش مننا واحنا بنقلب، لان يعني العجينة بتنشف معانا شوية. وطبعا هنجيب كل الجوانب، مش هنخلي اي دقيق خالص، كله لازم يطبخ معانا كويس جدا. لو خدت معانا دقيقتين تلاتة، المهم ان نفضل نقلب فيها عم نهدي النار خالص، ونفضل نقلب فيها كده لغاية ما تطبخ كويس، ونتأكد ان هي اتطبخت كلها ومفيش باقي فيها اي دقيق ولا كتل دقيق، وبقت معانا تمام التمام. بعد ما طبعا ما هنطبخها على النار كده، هنحاول بقى نسيبها تهدى شوية كده، او ناخدها في المكنة معانا او المضرب، لو عندك المضرب الكف بتاعك الجميل كده، او في حلة زي كده تبردها شوية. يعني احنا مش هنخليها تبرد قوي. انا طبعا خدتها في المضرب وحطيت شوية مية ورد. لو عندك فانيليا حط فانيليا يكون افضل الموجود عندك، وبضربها شوية كده بحيث ان انا افكها من بعضها تبرد بسرعة. وبعد كده بقى هنزل بالبيض واحدة واحدة. آه كل ما بيضة كده تتجانس مع العجينة احط التانية، لغاية ما العجينة بتاعتي تتعجن كويس، وبرضو ما يبقاش فيها اي تكتلات. هنزل برضو بقى بالبيض واحدة واحدة زي ما اتفقنا، لغاية ما كل العجينة تتجانس مع بعضيها. وبرضو لو احتاجت مني العجينة بيضة تانية، احط لها بقى بيضة تانية. لو البيض اللي عندك الاربع بيضات صغيرين، زود بيضة عشان تعرف تقطعها وتنزل منك من الكيس ما تتعبكش. ولكن هي لو هي شديدة شوية بتبقى كويسة في القلية وبتطلع معاك مظبوطة. بس انا كده شايف ان العجينة بتاعتي ناشفة شوية وعايزة بيضة زيادة، لان البيض اللي كان معايا كان بيض صغير. فاحط بيضة تانية او بيضة خمسة، وهعجنهم بقى هعجنها كويس. تمام. بعد ما تتعجن كويس وتتجانس، طبعا انا بهدي المضرب واشغله، عشان السرعات عندي عالية في المضرب، فبحاول اني اهديه عشان العجينة تتعجن معايا مظبوط. انت ممكن بقى تعجنها لو عايز تعجنها بايدك، تعجنها بمعلقة خشب. لو ما عندكش مضرب عادي، الموضوع سهل. بجيب بالبلة زي ما انتوا شايفين كده مشرشرة، بس يا ريت الشرشرة بتاعتها ما تكونش كبيرة قوي. وطبعا بحط العجينة في كيس الكريمة، وفي زيت بارد بقطعها حسب الحجم اللي انت عايزه. بس اهم حاجة يكون الزيت بارد، ما يكونش الزيت سخن عشان ما تفرقعش منك من النص. كل ما يكون الزيت بارد وبعدين بعدين تبدأ تعلي عليه بقى وتستوي معاك واحدة واحدة، هيطلع معاك بلح الشام مظبوط، ويطلع معاك زي الفل. انت ممكن تقطعه بقى زي ما انا بقطع كده،
او تقطعه بسكينة زي ما تحب. هشغل النار بقى عليه. وزي ما انتم شايفين بلح الشام كده، هو لو المجال واسع او الحلة كبيرة هو بيقلب نفسه. يعني لما بيستوي من تحت بيتقلب لوحده، بس انا عشان خاطر انا حطيت كمية كتير فلازم انا اللي اقلبه. طبعا انا قلبته وبدأ يستوي اهو ما شاء الله. وبكون محضر بقى الشربات بتاعي التقيل. الشربات زي ما قلنا قبل كده بيبقى مثلا 2 كيلو سكر عليهم كيلو مية، او كوبايتين سكر عليهم كوباية مية، ونص ليمونة، عصير نص ليمونة، او ربع معلقة ملح ليمون. بعد ما يغلي الشربات بتاعك كويس بتحط له معلقة ايه، ربع معلقة ملح ليمون. كده انا هبدأ بقى اطلع البلح الشام بتاعي بعد ما استوى ما شاء الله زي الفل اهو، وما فرقعش ولا حاجة ما شاء الله، يعني طلع تمام التمام. وهبدأ اقلبه بقى ايه في الشربات بتاعي او العسل التقيل بتاعي او القطر زي ما بيقولوا اخواننا السوريين. وهيشرب بقى من العسل بتاعي البارد. طبعا لازم برضو العسل يكون بارد عشان خاطر البلح ما يسرقش مننا ويضطر. انا عايز البلح يبقى مقرمش من بره ويبقى ايه سوفت من جوه وشارب. وزي ما انتم شايفين طالع معايا حاجة ما شاء الله زي الفل. لا تنسونا من دعائكم دعمكم للقناة. تحياتي ليكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير، ويا رب يجعلها سنة سعيدة عليكم وعلى الجميع. أخوكم شعبان عوض.